تخيل تكون خليفة رونالدو الظاهرة ومكالمة هاتفية مدتها ثواني تنهي مسيرته. يا عزيزي، قد ما كانت طفولتك صعبة ما رح تكون أصعب من طفولة اللاعب أدريانو يلي ولد بواحدة من أخطر أحياء البرازيل، حيث الفقر والعصابات والممنوعات. ولكن في هذا المكان المقرف كان في شيء واحد جميل، يلي هو والد اللاعب أدريانو، يلي كان يشتغل شغلين ليوفر لابنه المال ليمارس كرة القدم، لأنه شاف فيه الموهبة، شاف فيه المستقبل يلي رح يغير حياة العائلة بالكامل. والد أدريانو تأكد إنه الاستثمار بابنه أفضل من أي استثمار بمشروع تجاري. فعلا أدريانو بيتدرب وبيخطف أنظار نادي فلامينغو البرازيلي يلي بيتعاقد معه لمدة عامين، ولكن من العام الأول له بس انتر ميلان قال أنا لازم أتدخل، أنا لازم أخطف هي الموهبة اللي لسه عمرها 19 سنة. تخيل يا عزيزي عمرك 19 سنة وأعظم مافيات إيطاليا تطالب بأن تكون لاعب ضمن فريقهم، وبيعمل أدريانو مواسم تاريخية مع الانتر ومع المنتخب، خليط من اللاعب هالك اللي عليه قدم يسرى ولا كأنها قاذفة كرات، خليط من رونالدو الظاهرة. وتحديدا في عام 2004 في بطولة كوبا أمريكا أدريانو بيشيل المنتخب على كتافه ليوصل فيهم للنهائي، ولكن بالنهائي الدقيقة 92 والبرازيل خسران 2-1 أمام الأرجنتين. بهي اللحظة وبآخر الثواني أدريانو بيعدل النتيجة وبيشلح التيشيرت، وكأنه بهي اللحظة عم ينتقم من الطفولة اللي عاشها، عم ينتقم من اللحظات اللي كان يشوف والدته عاملة نظافة وما يقدر يساوي شيء. وفعلا بعدها بيروح لركلات الترجيح وبياخذ اللقب للبرازيل. أدريانو بلش يترشح للجوائز الفردية وحامل فورمة رهيبة مع الانتر، لحد ما اجت مكالمة هاتفية يا عزيزي مدتها ثواني فقط. الو أدريانو، والدك فارق الحياة. زانيتي صديقه بالانتر بيقول له. وقت انهى المكالمة أدريانو رمى الهاتف على الارض وبدأ يبكي ويصرخ بشكل هستيري. انت يا بابا اللي كنت تشتغل 14 ساعة باليوم 7 ايام بالاسبوع مشان تشوفني واحد من افضل لاعبين البرازيل، مشان تشوفني واحد من افضل لاعبين الدوري الايطالي. الجماهير واللاعبين والمدربين قالوا له لأدريانو لو بتركز شوي بكرة القدم والله لتاخذ الكرة الذهبية. تعرفوا أدريانو شو كان يقول لهم؟ انتم لا تعلمون بان عقلي توقف من بعد هذه المكالمة. ومن هنا أدركنا بأن أدريانو لم يعد أدريانو.